الاقتصادي. حدث الأسبوع. تحية متجددة لكل مستمعي الإذاعة الوطنية. 11:14 دقيقة. حدث الأسبوع هو عقد قمة تونسية أوروبية في مجال النسيج احتضنها القطب التكنولوجي بالمنستير يوم 15 أبريل الجاري، وتوقيع مذكرة تفاهم بالجامعة التونسية للنسيج والملابس والكونفدرالية الأوروبية للملابس والنسيج من أجل شراكة اقتصادية دايمة وفاعلة. وأيضا الحدث اللي كان قبل الأسبوع اللي قبل هي بعثة من رجال الأعمال في المجال النسيج اللي مشاو لكندا لاستكشاف أسواق جديدة وعقد لقاءات وشراكات. هاتوا ناخذوا أكثر تفاصيل على زوز الأحداث هذوما مع السي هيثم بوعجيلة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. مرحبا بك، شرفنا بحضورك. شكرا. مرحبا وبارك الله فيكم على الاستضافة. دونك الجامعة التونسية للنسيج والملابس راهي مستقلة. واضح، يعطيك الصحة على المعطيات هذوما. كل المعاملات الحرفية والعلاقات الطيبة ولو غران توا باترونال اللي هو الاتحاد التونسي للصناعات والتجارة. طيب، عملتوا قمة تونسية أوروبية في مجال النسيج يوم 15 أبريل في القطب التكنولوجي بالمنستير. تعطينا أكثر تفاصيل على التظاهرة هذه. هي مش تظاهرة، هي سيتان ايفينمون. الموضوع متاعو هو عقد مذكرة التفاهم هذيا اللي فيها مفاهمة كبيرة وحضرنا لها لمدة 9 أشهر التالي. مشينا لبروكسل في سبتمبر 2024 وتقابلنا معهم لوراتكس اللي هو الكونفدرالية الأوروبية للنسيج اللي هو يضم تحت لواءه كافة جامعات النسيج والملابس ببلدان الاتحاد الأوروبي. راتكس موجود في بروكسل وهو مهم برشا في التشريعات، في التحفيز على الاستثمارات، في التوجيه متاع الأسواق، في التوجيه متاع لي توندانس، في وضع السياسات الصناعية وفي النسيج وفي الملابس، وضع السياسات تاع التجارة، سياسات الصناعة والعلاقات الدولية. دونك احنا الجامعة التونسية للنسيج والملابس تجسيما لوضعنا الطبيعي اللي هو الانتماء للمنطقة الأورو متوسطية. تونس عندها موقع استراتيجي. قطاع النسيج والملابس في تونس عنده إريتاج تاع أكثر من 70 سنة في الصناعة. قطاع النسيج والملابس يمثل ركيزة مهمة على مستوى ليزيكيليبر اجتماعية والاقتصادية. يلزمنا نكونوا منفتحين، يلزمنا نكونوا علاقات دولية، يلزمنا نكونوا متعاملين تعامل كبير مع الهيئات هذه للتسهيل والتحفيز على الاستثمارات والتحفيز في العلاقات والتحفيز على ربط العلاقات والتحفيز على التموقع في الأسواق الدولية وفي الأسواق الأوروبية بصفة استثنائية، وباش ندعموا التنافسية متاعنا وندعموا المنتوج متاعنا وندعموا المصانع متاعنا بما فيه يكفي الخير للبلاد وللصناعة وللتشغيل وللاقتصاد وللمجتمع التونسي. بفضل التحفيز نتاع المؤسسات هذوما ووضعهم في السكه نتاع تسهيل علاقاتهم، تسهيل دخولهم للاسواق وتسهيل جلب الاستثمارات للتدعيم نتاع البنيه الصناعيه نتاعنا اكسترا. دونك هذا هو معناتها. طيب، اهم محاور الاتفاقيه. أهم محاور الاتفاقية هو التحفيز على الاستثمار الثنائي المشترك ما بين البلدان الاتحاد الأوروبي وزملائنا الصناعيين الأوروبيين والصناعيين في تونس. هو التحفيز على دخول الأسواق وأخذ دي بار دو مارشي أكبر في الأسواق الأوروبية. هو تبني المشترك بنظرة واحدة متاع نظرة بيئية، نظرة اجتماعية ونظرة مجتمعية ومسؤولة للمنتوج متاعنا وللصناعة متاعنا، والتحفيز على التعامل الصناعي النظيف وتحفيز على صناعة نظيفة وعلى صناعة من في دو بلوز ان بلوس خضراء، دو بلوز ان بلوس محترمة للبيئة، التحفيز على الاقتصاد الدائري، على المنتوج اللي جاي من الصناعة الدائرية، التحفيز على صناعة أورو متوسطية تكون فيها اندماج كبير ما بيناتنا بما من شأنه أنه يعطي لتونس موقع مهم ولصناعة النسيج الوطنية موقع مهم.
هذا هو معناتها. هل ما زالت الميزات التفاضلية لبعض مؤسسات في مجال النسيج في بلادنا تغري المستثمر الأجنبي باش يجينا ويعمل شراكات في القطاع هذايا وفي المجال هذا؟ فريمون بارك الله فيك على السؤال هذايا، خاطر احنا قطاع كبير، قطاع عنده تشغيلية كبيرة، 160 ألف عامل ديكلاري دونك 160 ألف عامل ندفعوا عليهم سي ان اس اس ضمان اجتماعي، ريتريت، لي زامبو نتاع لي سالير ولي زامبو نتاع اداءات على الربح. يعني انتم قاعدين تمولوا زاد في خزينة الدولة من خلال هالاداءات اللي كنت نتحدث عليها، ما بينات كل اشتراكاتنا في الضمان الاجتماعي واللي نخلصوها على العمل واللي نخلصوها على المؤسسة واللي نخلصوه اداءات، ندخلوا في اكثر من مليار دينار الخزينة الدولة كقطاع نسيج اكاهو. كل ما ندفعوا فيه سي ان اس اس، اي ار بي بي، اي اس، كالحاجات اللي مختلف الاداءات مختلف الاداءات ومختلف المشاركة والمساهمات في الصناديق الاجتماعية والصناديق العمومية. باهي، قطاعنا يستثمر، قطاعنا يشغل، يلزمنا نعملوا فرق بين الصناعة والتجارة. احنا صناعيين، دونك الصناعي يهز الريسك الكل نتاع الاستثمار، نتاع الاموال، نتاع المجتمع، ونتاع المسؤوليه نتاع السلامه، ونتاع المسؤوليه نتاع التشغيل، ونتاع المسؤوليه نتاع التمويل، ونتاع المسؤوليه نتاع الاقيان وايجاد الاسواق. دونك فو روندي كونت معناتها احنا قاعدين في هالخضم هذا الكله، شنو صاير من تغيرات ومشاكل جيوسياسيه عالميه، شنو يصير في تونس من ثوره لحد اليوم، من عدم استقرار في برشا مجالات. ويزيدنا على هذه الكل الحقيقة، أنت سألتني على التشجيع، جاب ربي احنا قطاع خاص هنا متحلين بالإيجابية في النسيج والملابس، متحلين بالوطنية، متحلين بالتفاؤل، ونحبوا نخدموا ونحبوا ننجوا ونحبوا نصدروا ونحبوا نخدموا للمارشي لوكال باش نجنبوا الإيرادات، ونحبوا نشغلوا تشغيل متميز. احنا الحقيقة علينا برشا ضغط جبائي، علينا برشا ضغط من كل شيرة، حتى في برشا قوانين قاعده توضع وقاعده تتوضع وقاعده تتحط، ما وقعش الاستشاره نتاع الجامعات والهياكل الصناعيه المختصه. احنا قاعدين نشوف برشا، مي مالغري هذا ما نوريوش في الخارج. هل هذا ما يفسر انه عدد من المؤسسات الصناعيه الاجنبيه اللي كانت موجوده في بلادنا اما انها غادرت أو هي بصدد معناها الإقفال والمغادرة وممكن الانتساب في مكان آخر؟ أنا مانيش باش نمشي لهكا، بالكش فما شكون يغادر على الحكايات هذه، بالكش شكون يغادر على خاطر عنده صعوبات مالية وصعوبات اقتصادية راجعة للسوق، ولكن اللي نجم نقوله نجزمه هو نظرا للوضعية الضغوطات الجبائية والضغوطات نتاع القوانين التي الحقيقة ما فيهاش حتى نوعية نتاع تشاركية. الضغط قاعد يكبر والشك قاعد يدخل، واللي كان جاي باش يستثمر قاعد يخمم برشا خاطر تبدلت المعطيات، واللي كان عامل مخططات نتاع استثمار العام 2025 و 26 كي جاتو قانون الماليه نتاع 25 اللي هو تعمل بصفه رجعيه حتى 24 اللي ما كانش بريفيو في المخططات الاعمال، والا اسوجيتي دي تاكس جدد تحطوا في اخر 2024 ما كانوش موجودين في الدراسات. الحقيقه معناتها هذا كله قاعد يدخل في برشا شك، واذا كان مش قاعد ينقص راهو ماهوش قاعد يشجع على الاستثمار وعلى الانتصاب وعلى التشغيل. دونك هوني دعوه لطيفه ودعوه وطنيه خالصه ودعوه من القلب خالصه حكومتنا، المجلس النوابي اللي قاعد يشرع في مختلف القوانين. معنا رانا صناعيين، رانا لنا لوبيات، ورانا لنا تجار، رانا ديزامبورتاتور، ورانا احنا قطاع مهيكل، والقطاع المهيكل مالوريزمون اليوم يقع الاستهداف نتاعو عن غير قصد. انا جو بونس، ولكن ما تراش انه قطاع النسيج مش كان في تونس النسيج والملابس اللي عندهم مشاكل، لانه فما عملاق صيني قاعد يقدم في يد عامله رخيصه جدا ويقدم في منتوجات ذات جودة متفاوتة ولكن بأسعار تنافسية كبيرة في العالم الكل. شوف أول حاجة باش نصلحوا راهو العملاق ماهوش صيني، العملاق صيني مش على الأسعار، خاطر الصين توا غلات
مي فما بلدان اخرى كيما بنغلاديش كيما باكستان كيما مصر اللي قريبه هنيا تعطي في تحفيزات كبيره، ماهيش عامله ضغط جبائي، ماهيش عامله ضغط قوانين، بل تسهيلات، بل تحفيزات، بل تشجيعات على الانتصاب والاستثمار وتسهيلات. ولكن تقع زاد كلفة اليد العاملة وكلفة النهائية للمشروع تدخل فيها عديد العوامل الأخرى. هذا صحيح، هذا صحيح، ولكن أكثر من يد العاملة. احنا اليد العاملة رانا ناس مسؤولين، وين نحب نبين اليوم جو سوليني، نحب نبين رانا يحكيوا على سميق الأجر الأدنى، راهو في قطاع النسيج وفي القطاعات الصناعية المهيكلة راهو ما نحكيوش على سميق، راهو عندنا دي كونفونسيون كوليكتيف نخدموا بهم نتاعنا نتاع النسيج ولا نتاع الأوتوموبيل ولا غيره، راهو أرخص كونفونسيون كوليكتيف هي أرخص أجر الأدنى الموجود في الشركات هذه، أرخص أجر أو 40% أغلى من السميق، وعندنا الدوبل نتاع السميق. احنا رانا الناس مسؤولين ونقعدوا عنا تنافسيه ونقعدوا عنا صنعه ويقعد عنا إيريتاج. لو كان الدوله نتاعنا تشجعنا على التشغيل، تشجعنا على الاستثمار، نتعاملوا مع بعضنا في تشاركيه. واضح ورسالتك وصلت فيما يخص الضغط الجبائي اللي تعانيوا منه. ودعوتكم صعوبات في القانون وفي لي بروسيدور وفي الكادر ريغلومونتير وجوريديك، ودعوتكم للتخفيف من الضغط الجبائي ومن تسهيل الاجراءات الاداريه حب نعطيك انا يحكيوا على سامحني يحكيوا على قانون 72 ويحكيوا على المؤسسات المصدره العباد ماهيش فاهمه. قانون 72 هنا نذكر اللي تتحدث عن المؤسسات المصدره كليا. قانون 72 هذايا هو اللي عمل الاقلاع الاقتصادي والاقلاع التشغيلي في تونس، وتوجدت به الاستثمارات الداخليه والوطنيه والخارجيه، وتوجدت به العمله الصعبه، وتبنيت عليه مدن ومناطق وجهات كامله. اليوم راهو ما عادش ليكزونيغاسيون نتاع التاكس. اليوم احنا قلنا به قانون 72 حط الصناعه اون بلاس، بعد ما حطها اون بلاس جاء في 2011 2009 2008 تاكساسيون تحطت اون بلاس، دونك دخلنا كنا 0% ولينا 10% قطاع التصديري باهي. بعد في 2017 2018 طلعوا لنا ال 15% الاداءات على الارباح وزيدهم 10% على التفريق لديفيدوند. بعد جاتنا 3% زايده 15 مع 3 مع 10، قال لك هذه ظرفيه اللي هذوما وقت اللي يتلموا بالنسبه للمؤسسه. ومن بعد في 24 15 و3 وال10 نتاع لي ديفيدوند زادتهم 5 اخرى، دونك ولات 15 ولات 20 وال10 على ديفيدوند، والثلاثه ولات رسميه من اللي كانت ظرفيه، وتزادتنا 2 اخرى رسميه، وتزادتنا 0.5 نتاع سي ان اس. خلي المستمع ينجم يتبع معاك ويفهم، خاطر مش كل المستمعين مختصين في الجبايه. هنا تتحدث انه الجبايه من عام 72 الاداءات اللي انتم مطالبين بها من 1972 التوا قاعده كل مره تزيد، وهنا تزيد بطريقه مهمه وكبيره. طيب وهنا الدعوة متاعكم باش تحافظوا على ديمومة القطاع هي التخفيف من الضغط الجبائي والتسهيل في الإجراءات بالنسبة لكم كصناعيين كمصنعين باش توصلوا، باش نخليوا المؤسسة تستثمر، تاخذ من أرباحها وتستثمر، باش كي تستثمر تشغل وكي تستثمر تصدر وتدخل العملة الصعبة. طيب لهنا تحدثت على التصدير سواء في القانون المؤسسات النسيج المصدرة المنضوية صلب قانون سنة 72 وإلا بقية المؤسسات المصدرة. هل الأسواق التقليدية للمؤسسات التونسية ما زالت كما هي والوجهة الأولى هي الأسواق الأوروبية، وإلا قاعدين تلوجوا على وجهات تصديرية أخرى وتنوعوا فيها؟ وفي الإطار هذايا جات البعثة متاع رجال الأعمال اللي كانت في كندا منذ أيام. بطبيعة الحال احنا ناس ديما نعودها صناعيين، نشغلوا نستثمروا نصدروا ونبيعوا. عندنا زملائنا 15% من الشركات تاعنا يبيعوا على السوق المحليه، وهما زاده بخلاف الجبايه عندهم مشاكل مع تاع التوريد العشوائي والتوريد باقل من القيمه الصحيحه، وعندهم اشكاليه اخرى نتاع، وهذه اشكاليه فيها للاسواق الموازيه الكل اللي قاعده تضرب في الاقتصاد المهيكل وتضر في المؤسسات. منظمه الدفاع عن المستهلك جبد على لي برودوي. انا باش نصلح حاجات، راهو التوريد
التوريد العشوائي وبرشا حتى التوريد الرسمي. باش نحكيو على التوريد بدينا بالتصدير باش ما نضيعوش السؤال اللي انطلقنا منه، فما باش نتحدث عن توريد المواد الأولية وتوريد الملابس الجاهزة ومدى منافستها للمؤسسات اللي قاعدة تخدم في بلادنا. بالنسبة لاكتساح الأسواق احنا في منطلق الواجب نتاعنا ومن منطلق الغريزه نتاعنا اللي ديما نحبوا نتقدموا، نحبوا نطوروا بلادنا، نحبوا نساهموا في بناء الاقتصاد نتاع بلادنا وفي تطوير الصناعه نتاع بلادنا وفي تطوير الطاقه التشغيليه نتاع بلادنا. بطبيعه الحال احنا كل شهر وكل شهرين وكل 3 شهور وكل جمعه واحنا نحاولوا كيفاش نمشيوا ونشوفوا اسواق جديده ونكتسحوا اسواق جديده ونمشيو ونشوفوا ونتحينوا بعض الفرص ونبنيوا العلاقات باش ندخلوا الاسواق الجديده كما مشينا لكندا. وهوني نحيي وزاره الخارجيه ونحيي سفارتنا في كندا لدورهم الكبير في الدبلوماسيه الاقتصاديه، لانهم سهلوا لنا الرحله هذه وسهلوا لنا الدخول في علاقات وبناء العلاقات وسهلوا لنا كل شيء. نحييهم فريمون. هذا معناتها دور نتاع إدارة عمومية ومتاع وزارة ومتاع سفارة يتثمن برشا خاطر الدبلوماسية اقتصادية. وندعو هوني سفراءنا وسفاراتنا الآخرين باش ينزجوا على منوال هذايا، لأنه احنا نفكروا ونظنوا اللي لو كان سفاراتنا الكل تخدم بالصفة هذايا وبالاندفاع هذايا وبالوطنية هذايا، وبطبيعة الحال كلهم وطنيين، ولكن الفرق ديما بين الأشخاص والمجموعات فهمتني. الاجتهاد من إدارة إلى إدارة يختلف. الاجتهاد لو كان الناس الكل نخدموا مع بعضنا بالطريقة هذه، الوطن هذه البلاد هذه نجموا نعملوا منها حاجة عجيبة ونجموا نكتسحوا أسواق، وصناعتنا التونسية وكفاءتنا التونسية قادرة باش تحقق الاعتماد على الذات اللي يحكي عليه سيادة الرئيس. نجموا نعملوه، ولكن لازمنا نتعاملوا مع بعضنا ونتفاهموا مع بعضنا ونحكيوا مع بعضنا ونعاودها. ماناش لوبيات وماناش ترافيكون، رانا صناعيين. انا نحكي على صناعه من منطلق دوري، نحكي على ونشغلوا ونستثمروا. نعم. ومسؤولين بيئيا واجتماعيا واقتصاديا ووطنيا. بغض النظر على الجانب الجبائي اللي تحدثنا فيه واعطينا فيه برشا تفاصيل، الجوانب الأخرى مردودية المؤسسة التونسية، هل الكفاءة واليد العاملة التونسية والكفاءة العلمية للمهندسين والعاملين في مجال النسيج والملابس والتجهيزات الموجودة في المصانع التونسية تأهلها باش تخرج منتوج عنده جودة ونوعية مطلوبة في الأسواق العالمية والأوروبية أو غيرها الأمريكية والكندية وغيرها؟ من فضل ربي الموارد البشرية متاعنا بارك الله ما ناقصهم حتى شيء وقت اللي يكونوا في ظروف طيبة، ظروف تاع شغل، ظروف نتاع عمل، ظروف تاع تكوين، ظروف نتاع مؤسسة عندها عقلية جيدة نتاع تطور، وهذا الكل موجود. يد العاملة متاعنا متميزة، الإنسان التونسي متميز، المهندس التونسي متميز، النساء التونسيات العاملات والفنيات والمتخرجات من الجامعة والمهندسات ممتازين ويعطيوا منتوجية ممتازة، يعطيوا كاليتي ممتازة وكل شيء. ولكن نرجعوا ديما عندنا الظروف الخارجية اللي دايرة بنا. وقت اللي احنا نقولوا الموارد البشرية احنا نعملوا ما في المستطاع، والكثير من شركاتنا اللي تخدم بالالاف توفر هي في النقل اللي مش متوفر، النقل العمومي مش متوفر. دونك انت كي تقول لي روندمون، يلزم العامل ويلزم الاطار كي يمشي يخدم يلزمه مرتاح ويلزمه يوصل بسهوله ويوصل في نظافه. هذا النقل العمومي قاعدين اون لو كومبونس. كي تقول لي انت من ظروف ومناخ اعمال، انت احنا نوفروا ونستثمروا وتولينا تكاليف اضافيه في النقل كشركات، في الاخر يجيك الضمان الاجتماعي يقول لك انت تخلص في كل شيء صحيح، ولكن النقل هذا سي ان افونتاج ناتور، اي جازي تخلص انزل عليه راهو مازال يتنفس. ماهوش معقول، هذا شيء يقلقنا. قطاع اذا يطلب انه التشريعات الخاصه به تتراجع. وهنا نذكروا انه رئيس الدوله كان نادى بثوره تشريعيه، وانه كل المسؤولين يتحملوا مسؤوليتهم باش يذلوا الصعوبات امام الاستثمار وامام المؤسسات. هذا مش كافي، هذا يلزم نمروا للفعل، باش نمروا للفعل يلزمنا نتسمعوا. وهذاك علاش انت موجود بحثنا باش صوتك يوصل. وطنيين، نعم. صناعيين، مشغلين،
مستثمرين خالصين في الاداءات سي هيثم بوعجيلة والشاذ رئيس يحفظ ولا الجامعة. يقاس عليه. نعم. اذا كان فما ناس ما تخالف يطبق عليها القانون، اذا ناس واضح. ماهيش مسؤوله يطبق عليها القانون. احنا نحكيو على الغالبيه المصنعه، الصناعيين المسؤولين الوطنيين باجانبهم وبتوانستهم. طيب سي هيثم بوعجيلة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس، تحدثت على كفاءة المؤسسة الصناعية التونسية انها توفر المنتوج بالجودة المطلوبة، وعندكم من الكفاءة اليد العاملة والتأطير والإشراف داخل المصانع التونسية ما يخلي منتوجات تليق انها تكون عليها علامة صنع في تونس، ولكن ما صنع خارجا ويتم ادخاله لبلادنا بطرق مش بضروره قانونيه. نعرفوا السوق الموازيه وما فيها من منتوجات مجهوله المصدر. هل هذه زاده منافسه لكم كقطاع منظم لانها تنافسكم على السوق التونسيه بطريقه غير قانونيه، لا من ناحيه الاداءات ولا من ناحيه جوده المنتوج وضمان جوده المنتوج؟ نعم. بالنسبه للسوق المحليه والاخوه زملائنا اللي هما عندهم استثمارات كبرى في الاقمشه، في صناعه الاقمشه، في صناعه المنسوجات، في صناعه الملابس للسوق المحليه، هما قاعدين يواجهوا في منافسه شرسه من التوريد هذا. التوريد هذا فيه اللي صحيح ومعمول بطرق صحيحه كيما لي فرانشيز اللي قاعدين يوردوا في ماركات ديجا هي خاضعه للمسؤوليه البيئيه ومسؤوليه نتاع حمايه المستهلك والكونسوماتور. كل ما يتعدى على الديوانه التونسيه هو مراقب وصحيا مضمون. لا مش صحيح. جوستومون احنا طلبنا من الديوانه التونسيه اضفاء وزياده التيست، الاختبار نتاع التوكسيكولوجي والاختبار نتاع لي كاركتيرستيك فيزيك ونتاع لي بيرفورمانس نتاع الملابس والاقمشه اللي قاعده تتورد من الكثير من البلدان، لانه اليوم احنا ماناش قاعدين نعملوا في لي تيست الامبورتاسيون، لي تيست اللي هما يحميوا الصحه ويحميوا لي بيرفورمانس ويحميوا لا دورابيليتي، الاستدامه نتاع الملابس. فهمتني؟ هذم الكل يلزمهم. احنا قلنا طلبنا من وزاره التجاره الى جانب عدم مراقبه الملابس المستعمله اللي نعم. حتى هي قطاع الفريب قطاع منافس برشا للمؤسسات الصناعيه في النسيج والملابس اللي تخدم على السوق التونسيه. هو قطاع الفريب ينجم يكون فيه جانب باهي هو جانب الاقتصاد الدائري، ولكن احنا شنو نطلبوا؟ تو سامبلومون نطلبوا بتطبيق القانون. هو قطاع الفريب عنده بورسنتاج يلزموا يعاود يصدروا، هذاك يلزموا يثبت اللي هو قاعد يصدر فيه. وثاني حاجه القيمه يلزمها تكون صحيحه والبروسيدور يلزمها تكون صحيحه. هذا هو اللي نطالبوا به. نطالبوا راهو الحاجات تتعمل كما يقول المنطق، كما يقول العلم، وكما تقول الامور المعقوله. موش ديما نشدوا المؤسسه المهيكله على خاطر هي ما عندها ما تخبي نخذوا فيها من اداء الاداء ومن خطيه لخطيه ومن قلق ومن حتى من تراخيص. اليوم التراخيص احنا نحكيو توا على قانون الشغل وواحد وسي دي اي وسي دي دي وكذا، احنا اوني سي دي دي. احنا مؤسسات صناعيه نتاع تونس لمعلوماتك 95% منها اون سي دي تي ما عندهمش يعني لهنا سي دي اي وسي دي دي نذكر انه لهنا تتحدث على عقود التشغيل اللي هي لمده معينه. ايوه الا مده غير معينه. احنا في مده غير معينه. احنا رانا 95% من المؤسسات الصناعيه التونسيه ما عندهاش حاجه ورقه وثيقه نسميوها في اداره السلامه رخصه في مزاوله النشاط، يتسمى ديكري دو كلاسمون. 95% من المؤسسات الصناعيه التونسيه. يعني هي مخالفه؟ ماهيش مخالفه. اذا كان ما عندهاش وثيقه قانونيه مطالبه. ما هي الوثيقه هذه جوستومون؟ هذه النقطه الكبيره معناتها اللي احنا نطالبوا وطالبنا بها اداره وكانك تتحدث عن مصانع عشوائيه. لا ماهيش مصانع عشوائيه، لان عندها لاغريمون ابي، عندها لاغريمون دو دوان، عندها لي زوديت نتاعها سوسيو وسونتي وسيكوريتي موجودين كسوا على مستوى عالمي ولا مستوى وطني، ولكن هذه داخله في الاشكاليات التشريعيه، في الاشكاليات الاداريه، في اشكاليات الموجوده في الاداره. هذه ورقه تحطت قانون بعد ما توجدت الشركات بعشرات السنين. دونك فما مؤسسات تستجيب للمعايير واللي تعملت قبل القوانين هذيا غير مراعيه للاكزيستون للموجود.
هذه جملة من مشاغل قطاع النسيج والملابس. أكيد القطاع هذا على قد ما فيه تشغيلية ومردودية، على قد باقي رانا ما متفائلين، وباقي رانا وطنيين، وباقي احنا نظنوا اللي نجموا الحاجات تتغير ايجابيا لو كان فما الحوار البناء. رانا وطنيين، رانا مستثمرين مشاغلين صناعيين نحبوا البلاد. هذا نداء الجامعة التونسية للنسيج والملابس ممثلة في رئيسها سي هيثم بوعجيلة. شكرا على قبول دعوة الإذاعة الوطنية، صوتكم وصل. بارك الله.